السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخبار ريال مدريد. حكم مباراة ريال مدريد ومارسيليا شهد نتائجه مع ريال مدريد. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم البوسني عرفان بليتو لإدارة مواجهة ريال مدريد المقبلة أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا. الحكم البوسني سبق وأن أدار مباراتين للريال في البطولة القارية. الأولى كانت أمام لابزيغ في ذهاب دور ال 16 من موسم 2023-2024 والتي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0. الثانية كانت ضد أرسنال في ربع نهائي الموسم الماضي وانتهت بخسارة تقيلة للبلانكو كانت 3-0. والخبر الثاني معانا ثنائي الريال القاتل مع تشابي ألونسو. ريال مدريد يواصل بدايته المثالية مع تشابي ألونسو محققا 4 انتصارات من 4 مباريات ليؤكد تحوله إلى مرشح قوي لكل البطولات. الثنائي مبابي وغولر أصبح السلاح الأخطر في تشكيلة الريال بتأثير مباشر على نتائج وأداء الفريق. 4 مباريات و4 انتصارات، بداية مثالية لريال مدريد في الدوري الإسباني. وبعد هزيمة أتلتيك بلباو أصبح الريال الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن. لكن ما يلفت الأنظار أكثر من الأرقام هو التغيير الجذري في أسلوب اللعب منذ وصول تشابي ألونسو. المدرب الإسباني وجد التوازن المفقود وبعض التعديلات البسيطة حول فريقا خرج خالي الوفاض الموسم الماضي إلى منافس قوي على كل البطولات. من أبرز أسباب التحسن اللافت هذا الموسم الثنائي أردا غولر وكيليان مبابي اللذان تحولا إلى سلاح فتاك تحت قيادة ألونسو. ففي أنويتا افتتح مبابي التسجيل قبل أن يصنع هدفا رائعا لغولر لتتكرر الثنائية الناجحة للمرة الثالثة منذ قدوم المدرب الجديد تشابي ألونسو. غولر تحديدا يعيش انتعاشة خاصة بين الإصابات وقلة ثقة أنشيلوتي ظل حابس الدكة لموسمين. ومع وجود تشاوميني بجواره في وسط الملعب أصبح التركي أكثر حرية في التقدم والاقتراب من منطقة الجزاء، وما انعكس على أرقامه 3 أهداف منذ وصول ألونسو مقابل هدفين فقط في الموسم الماضي كله. أما مبابي فيواصل الطيران الفرنسي استعاد مستواه المذهل بعد أزمة التهاب المعدة في مونديال الأندية ليصبح ماكينة أهداف لا تهدأ. 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 9 مباريات، وفقط أمام مايوركا وباريس سان جيرمان غاب عن التسجيل. ريال مدريد الجديد لا يكتفي بالفوز بل يقدم صورة مختلفة على أرض الملعب، وصار مع تشابي ألونسو مرشح فعلي لكل شيء. الخبر اللي بعد كده وهو عن كيليان مبابي يبدأ رحلته نحو الكرة الذهبية في ريال مدريد. بدأت سلسلة التألق مع مباراة الدوري الإسباني حيث لم يفلت أي خصم من قبضته مبابي سوى ريال مايوركا في ليلة التسلل، بينما سجل أيضا أهدافا خلال فترة التوقف الدولي ضد أوكرانيا وإيسلندا ليؤكد جاهزيته الدائمة للفريق. أرقام مذهلة خاصة بمبابي: نسبة مراوغات ارتفعت من 48.7% في الموسم الماضي إلى 71% هذا الموسم. تخيل إن مبابي من 48% مراوغات كانت ناجحة وصل ل 71% الموسم ده. أصبح أكبر صانع فرص في الدوري الإسباني برصيد 14 فرصة مساويا لمعدل زميله غولار. يخلق تقريبا فرصة أو يسجل هدف كل 67 دقيقة مع استمرار الثقة في الأداء الجماعي الطموح والفريق. وفي حديثه مؤخرا عبر برنامج تليفوت أكد مبابي أن الكرة الذهبية ليست هدفه الفردي الوحيد، السر فقط في تسجيله الأهداف بل في الفوز أيضا. إذا فزت بالألقاب وقدمت موسما جيدا سأسعى للفوز بها أيضا، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق والفوز بالألقاب. ريال مدريد يواصل المشوار بثقة حيث تنتظر الفريق تحديات كبيرة في دوري أبطال أوروبا. هتبدأ مع أول مباراة ضد مارسيليا الثلاث القادم، ثم الديربي ضد أتلتيكو مدريد في 27 سبتمبر، يليها مواجهة قوية ضد يوفنتوس وبرشلونة في أكتوبر. هذه المباريات ستحدد شكل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية وتجسد دور مبابي في قيادة الفريق نحو النجاح. مهمة جديدة لتشابي ألونسو مع هوسين. أشارت صحيفة آس إلى أن طرد ديان هوسين لم يكن مستحقا على الأرجح، معتبرة أن القرار التحكيمي كان خطأ بالتأكيد، لكن الصحيفة لم تضع جدل أو جل تركيزها على الحكم بل خطأ اللاعب نفسه، وده طبعا وأنه كان يركض خلف الخصم بتلك أو ليس بتلك السرعة. وأضاف التقرير أن
أمام تشابي ألونسو مهمة أساسية في هذه المرحلة، وهي تطوير شخصية هوسيل الذي أشارت الآس إلى أن أزمته في أنه على يقين من أنه جيد جدا ويمكنه تصحيح أخطائه أو أخطاء زملائه في عشر من الثانية، هو ما يجعله يخفق في اتخاذ قراراته بالملعب على الرغم من جودته كلاعب وكونه كأحد الحلول الهامة في تشكيلة الإسباني. دور كبير جدا على ألونسو مع هذا اللاعب. لجنة الحكام تفسد خطة ألونسو. رأي خاص بالصحفي أليكس رودريغيز. مشجعو الريال كان يمكن أن يكونوا سعداء، فريقهم يتصدر الدوري، مبابي أصبح بالفعل مبابي، كاريراس يبدو كصفقة مذهلة، أرضى لاعب من طراز خيالي، وتشابي وجد التوليفة المثالية. لكن لا، فهذا مستحيل بسبب لجنة الحكام، يا لها من رغبة في أن يضيع كل شيء من لجنة الحكام في الدوري الإسباني. أخيرا جمهور الريال يستسلم لموقف الإعلام. قبل أقل من 24 ساعة كانت هناك شريحة كبيرة من جمهور ريال مدريد متذمرة من الفيديوهات والسلوك الذي تنتجه قناة ريال مدريد الرسمية. الجمهور لديه رأي بأنه لا يجب أن يعلق كل الفشل على التحكيم، فالحكام بشر ويخطئون ويصيبون أحيانا، ولكن بعد الكوارث المتكررة والسلوك الفاسد خلال 4 جولات الجميع استسلم، بل ويطالب إدارة النادي بأن تضغط وتفعل الكثير من أجل تطهير لجنة الحكام من مخلفات نغريرة التي غرس بذورها طوال 20 عاما الماضية. أبرز ثغرة في ريال مدريد ظهرت أمام ريال سويسيداد. قبل فترة التوقف في الدوري الأخيرة وجه تشابي ألونسو انتقادا واضحا لطريقة ضغط لاعبي ريال مدريد، واليوم أمام ريال سويسيداد أو بالأمس تكررت الملاحظة نفسها بوضوح حتى قبل طرد ديان هوسين، حيث ظهر خلل في آلية الضغط الجماعي للفريق. الضغط في كرة القدم لا يبنى على مجهود فردي فقط بل كمنظومة متكاملة، فعندما يضغط لاعب على حامل الكرة يجبره على التمرير، لكن يجب أن يكون زملائه في وضعية ضغط على الخيارات المتاحة له، بحيث لا يجد أي لاعب من القسم راحة في الاستلام أو التمرير. ما يحدث مع ريال مدريد هو أن بعض اللاعبين يضغطون بالشكل الصحيح بينما يتأخر آخرون في الالتزام أو التركيز، وهو ما منح لاعبو سويسيداد القدرة على الخروج بالكرة بسهولة في عدة لقطات. طرد هوسين غير مسار اللقاء بشكل واضح، ورغم أن ريال مدريد كان يقدم مباراة جيدة حتى لحظة الطرد، إلا أن القرار فرض على الفريق الدخول في الشوط الثاني بعقلية مختلفة. ألونسو اختار إغلاق دفاعه والاعتماد على المرتدات، وخيار قد لا يتفق معه البعض نظرا لمنح الاستحواذ الكامل لسويسيداد، لكن النتيجة النهائية كانت في مصلحة ريال مدريد، حقق الفوز وانتصر في ملعب صعب جدا. الأولوية في مثل هذه الظروف تبقى الخروج بالنقاط ال3 وراحة الدوليين قبل الاستحقاقات المقبلة، ومع ذلك يبقى الحكم على مشروع ألونسو مبكرا في ظل غياب بعض العناصر الأساسية وانتظار عودة المصابين، حيث ستكشف المواجهات الأصعب على مدى قدرة الفريق على التطور ومعالجة المشاكل التكتيكية. في الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب، واستنوني في أخبار تانية عن ريال مدريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.